بالظبط كده، أنا في جزيرة في نص الماية. ازيكم عاملين ايه؟ أنا تامر من قناة إيطاليا بعيون مصرية، جايلكوا في فيديو جديد. النهاردة هتكلم معاكم عن الجزيرة اللي أنا عايش فيها بقالي فترة. أنا عايش هنا تقريبا بقالي سنتين أو سنة ونص حاجة كده. باجي بشتغل هنا، بخطف الأجازة بتاعة الصيف هنا وبرجع تاني على أم الدنيا مصر. المهم، جزيرة اسمها جزيرة إلبا. الجزيرة دي معروفة جدا، يعني بتقع في غرب إيطاليا. الجزيرة دي طبعا لو في ناس بتوع تاريخ أو ثانوية عامة يبقى عارفينها، لأن دي الجزيرة اللي اتنفى فيها نابليون بونابرت زمان. عشان أجي الجزيرة دي لازم بركب عبارة أو بركب سفينة عشان تجيبني هنا، تقريبا بتاع حوالي ساعة أو ساعة ونص. طبعا الجزيرة هنا سياحية. انسى ايطاليا دي تماما. الجزيرة هنا بتعيشك اجواء تانية خالص. بتشوف ناس من جميع انحاء العالم حرفيا. بتلاقي الالمان جنب الروس جنب الاوكرانيين. بص، بتشوف العالم كله حواليك. طبعا هنا فرص الشغل كتيرة جدا جدا جدا، بالذات في الصيف، لان هي بتبقى في السيزون ده بس، بيبقوا شغالين في السيزون بتاع الصيف وبيقفلوا طبعا كل المطاعم. انا شغال في مطعم، بيقفلوا المطاعم والاوتيلات، بتبقى قليلة قوي اللي شغالة بقية السنة عشان مفيش حد بيجي. كله بيجي عشان البحر وعشان المطاعم والأكل ويعيشوا يعني إيه. الحياة هنا شوية بعيدة عن الدوشة بتاعت المدينة. آه، الأكلات هنا تقريبا كلها مأكولات بحرية وبتاع، لأن طبعا احنا في جزيرة في نص المية. مساحة الجزيرة هنا مش كبيرة. تقريبا بتاع حوالي 12 كيلو، يعني مثلا قد لو في اسكندرية مثلا من محطة الرمل لحد سيدي جابر، أو بعد لحد سيدي بشر مثلا كده. مش كتير يعني، مش كبيرة الجزيرة. يعني تقريبا أنا كل يوم بصحى الصبح بشوف نفس الناس، بشوف نفس كل حاجة. طبعا أنا مش برتب كلام، أنا بخش كده على طول اللي في بالي بقوله، فهتلاقوني على طول بقطع. هنا الجزيرة عشان أنا قلت مش كبيرة، فيها حاجات، يعني فيها الحلو وفيها الوحش بالنسبة للمقيمين هنا طول السنة. فمش أحسن حاجة. طبعا في ناس مقيمة هنا طول السنة وقاعدة وحياتهم هنا عموما، فمش أحسن حاجة بالنسبة لنا للأسف. مش أحسن حاجة. ليه؟ عشان خاطر مفيش جوامع هنا. الجزيرة كلها مفيهاش ولا جامع. انا لما ببقى في روما بحب جدا يوم الجمعة بالذات اروح اصلي الجمعة، بحس بالاجواء وبحس بالناس والدنيا. لكن للاسف هنا مفيش جوامع. المصريين هنا قليلين جدا، يعني كام واحد كده يتعدوا على صابع الايد، لان عدد السكان اللي في الجزيرة اصلا كلهم بتاع حوالي 14,000 نسمة، فمش كتير. بنشوفوا بعض كل يوم، هم حفظناهم. بس طبعا الأجانب بقى اللي بتخش علينا والناس اللي بتيجي والجروبات والحاجات دي اللي بتغير الجو شوية. وطبعا منظر البحر هنا والجو. بص بقى يا عمنا، لو انت وصلت لحد الحتة دي في الفيديو، وصلت لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان خاطر اكمل وانزل لكم ان شاء الله كل اسبوع فيديو او فيديوهين احكي لكم فيه وافرجكم الدنيا. انا لسه قاعد هنا بتاع حوالي ممكن 3 شهور كمان ولا حاجة. فان شاء الله هنزل لكم فيديوهات على طول. تخشوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك عشان نستمر وانزل لكم ان شاء الله كل جديد. سلام.